بص لي حمية يا مداء من عيوني. وعندك حمية معتبرة مدندشة للأستاذ وصلحها. قول يا أستاذ. ايوه. أنت متضايق ليه؟ أني متغاظ أوي يا مداء. معاش اللي يغيظك يا أستاذ. متغاظ من إيه ولا مؤاخذة؟ انضحك عليا الليلة يا مداء. تصور أني محي الدين العضلي انضحك عليا. على العموم معلش، اجري هات الحمية. من عناية يا أستاذ. وعندك حمية. السلام عليكم حكينا. السلام ورحمة الله. نعم. نعمين ايه؟ ما نقعدوش على القهوة بقى ولا ايه؟ هي المؤاخذة يعني كانت قهوة ابوك؟ الله جريان انت ولا اتكلم عدل اللي احسن نفتح لك نافوخك. ايه؟ فاهم نفسك مين يا انت اللي فاهم نفسك مين يعني؟ انا نفهمك بتاع ايه؟ انا نضربك بس. روق دمك يا عضل. الله، مين؟ حضرة الظابط. اوعى حد يسمعك. الله، ولابس زي العربجيه دي ولا مؤاخذه؟ عشان ما حدش يعرفني. ايه في كام الليله؟ ايوه وهتكون معايا. انصر دينك يا بيه او كده. يا ما نفسي نفتح نافوخه. اسكت احسن المدقي جاي. الحمية يا أستاذ. شوف بقى يا صاحبي، هما 2 جنيه مفيش غيرهم، وهتغني للصبح كمان. 2 جنيه الأستاذ ليه؟ كانوا قالوا لك عليه مغنوات السيركس ولا إيه؟ لا مالكش دعوه انت ده. انا موافق يا انا موافق اصلا. ايدك على العربون. ادي جنيه اهو، قوم بينا. والحمية يا أستاذ. لا معلش بقى، ده اكل العيش يحب الخفيه. ايه هنروح فين يا بيه؟ اسمي لسطى برعي. هنروح فين يا اسطى برعي؟ الاول هنلف لفه كده كاننا رايحين فرح صحيح، وبعدين نرجع من ورا على التراب. تراب؟ ايوه، وجايز نبيت هناك. ولا بتخاف من العفاريت يا عضل؟ الخافه بيه عيب. ان شاء الله نباتوا في التربه من جوه. يلا بينا. خسارة ان جوزك ما جاش الليلة يا عمصام. جوزي ورا عفريت رايه وسكينة يا أبلة. مش هنشوف وشه الا لما يمسكه. ما هي دي المفاجأة اللي انا موضبها له. ايه؟ مفاجأة؟ مفاجأة خاصة بعفريت رايه وسكينة؟ ايه عندك معلومات؟ عندي عفريت رايه وسكينة نفس. ازاي ده؟ مش مصدقة. مدام كاترين، مدام كاترين، يلا حضري لنا روح رايه وسكينة، كل شيء جاهز. كله يقعد في سكة يا مدام. يلا مدام جمالات. ايوه عاوز نور واطي. حاضر. ايوه كده كويس. مدام عزيزة، موسيقى من فضلك علشان نعمل ريتم الروح. دي بتحضر ارواح؟ ايوه يا رجوات، والبنت دي هي الوسيط بتاعها، واتفقت معاها تحضر لنا الليله روح ريه وسكينه. بلاش كلام، الروح حضر. انت مين؟ مين اللي جابني من الجحيم؟ انتوا قد ريا يا حريم. الله، الاسوره اللي في ايدك دي تسوى كام يا شاب؟ انت خايفه يا شابه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، مش هتحسي بحاجة أبدا. أنا بنبنج الزبونة قبل ما نذبحوها. ابعدي عن المدام يا رايا. أبعد عنها ازاي؟ أمال جايبيني هنا ليه؟ جايبينك علشان مدام يسألوك شوية سؤال. يسألوني بتاع ايه؟ هي مباحث؟ رايا اسمع كلام احسن بعدين نخبسك. لا اعملوا معروف، أنا بنخاف من الحبس، يسجنوني أحسن. يبقى لازم تسمع الكلام. يلا مدام، مين يحب يسأل رايا؟ انا يا مدام. بالسرعة مدام، احسن وسيط يتعب. قولي لي يا ريا، مين اللي قتل الستات الاربعه في الجمعتين اللي فاتوا؟ أنا طبعا يا شابة، هو في غيري؟ طيب وازاي تعرفي تذبحي وانتي روح من غير جسد؟ ازاي اعرف؟ حلوة أوي دي يا شابة، تحب تجربي؟ تذبحيني يعني؟ لو حبيت. وقدام اللي قاعدين دول كلهم؟
وده معقول برضه يا شابة؟ طبعا لا. إذا كنت عاوزة تجربي شرفيني بكرة الظهر. أشرفك في جهنم؟ لا طبعا، جهنم هتدخليها بعد ما نذبحوكي، إنما قبل ما نذبحوكي تيجيلي في الفيلا بتاعتي اللي في المنظرة، شارع حسن الأهتم، نمرة 207. يا سلام، وعندك فيلا في المنظرة كمان؟ أعمل إيه يا شابة؟ ضابط المباحث الله يجزيه كشف البيت اللي كنت واخداه جنب العمود، هناك كنت بذبح وأنزل على طول. دلوقتي أكيد بزيد الزباين لحد ما الاقي فرصة وارمي جتتهم في البحر. ياه، دي حاجة عظيمة قوي. استنوني بكرة الظهر يا شابة. خلاص يا ريس، هجيلك ولا تزعلي أبدا. وأنا كمان هنذبح بإيديا أنا. بقى روح ريا صحيح، عندها فيلا في المنظرة. 207 شارع حسن الأهتم. طب أنا هروح بكرة الظهر هناك وأشوف الفيلا دي. الساعة بقت 12 يا بيه ولسه السفاح ما جاش. مؤكد جاي. امال خلي همام اشترى له فاس ليه؟ يمكن بيستعد بس ويبقى يجي في اي ليلة تانية. ما اظنش يا محي، العقل بيقول انه لازم يجي الليلة يا بكرة بالكتير. مديحة وانت وانا كل الناس اللي شافوه في كرياكوس اصبحوا خطر عليه، خصوصا ان مديحة عرفته وهو متنكر. اصبح لازم يبطل شغل ولا يهج على بلد تانية ما حدش يعرفه فيها عشان يعرف يشتغل. ايوه، وفي الحالتين هو محتاج لصورة الصيغة، خصوصا هو متأكد ان ما عندناش اي فكرة عنها. لا، مؤكد هيجي الليلة يا بكرة بالكتير. جندوفلي، كابوريا كابوريا طازة. هو في لسه لحد دلوقتي حاجة طازة؟ ما خلاص. دي مظبوط دي برداسي، مش ممكن كابوريا طازة الساعة واخدة بعد نص الليل. الفستق العب يا فندي. العب بس ما انتش قدي. كله على الله يا فندي. طب العب قرش. جوز ولا فرد؟ فرد. 1 2 3 تكسب يا فندي. جوز ولا فرد؟ المرة دي بقى جوز. تكسب برضو يا فندي. جوز ولا فرد؟ كفاية عليك كده، مش لاعب يا فندي. العب ما تخافش، ده انت حظك ضارب الليلة يا ابني. ده مش حظ، دي شطارة. لو كان على الحظ كنت اخسر على طول. يلا اضطر بقى، يلا يلا. الواد همام راح فين؟ خارج خلاص برديسي، مش في زباين غيرك دلوقتي. معاك للصبح يا ميتشو. معاك فلوس علشان الصبح دي؟ ولا يهمك، اهي اهي اهي. يلا هات بنورك. بس دي اخر واخدة برديسي، في ميعاد لازم مخيل يقفل. الحال الليلة نايم قوي يا همام. أنا ما بعتش ب30 ساعة طول الليل. واني الجدع اللي في البار كسب مني دورين فستق جيبوا باريسة. ولا يهمك يا اسماعيل. أقول لك سر ولا تفتنش؟ قول يا همام. عمتي هتيجي الليلة وتجيب لي كنز. كنز؟ أيوة، وهيكون لك نصيب فيه. وعمتك تجي لك امتى يا همام؟ مالكش دعوة بقى،
المهم تقابلني بكره الصبحيه هنا، ها؟ وانا هنبسطك وهنديلك 5 جنيه. بتقول ايه؟ 5 جنيه مره واحده؟ ايوه يا حاج، انت غلبان زي حالاتي. بس مالكش عمه زي عمتي. اجي روح دلوقتي وقابلني بكره. طيب يا همام، مع السلامه يا اخوي. تسلم يا اسماعيل يا طيب، بس اوعى تفتن. عمته هتجيله الليله. طيب اما نقعد هنا بقى نستناه. وادي قاعده. ايوه، الجن الازرق ما يشوفنيش وانا قاعد هنا ابدا. عايز تستناني يا شويس اسماعيل؟ مين؟ عمتي؟ ايوه يا همام، افتح، اوعى تولع النور. النور مطفي اهو يا عمتي، اتفضلي. الله، ايه ده اللي جراه وراكي ده يا عمتي؟ ده صاحبك الطيب اللي عاوز تديله 5 جنيه يا ابن اخويا. اسماعيل ماله يا عمتي؟ سور يا ابن اخويا. ليه يا عمتي؟ ده انا لسه سايبه كويس. يعني ضربته على نافوخه يا ابن اخويا. ضربت صاحبي يا عمتي ليه؟ ده طيب وابن حلال وبيحبك. همام يا ابن اخويا، ده مباحث. اسماعيل مباحث؟ مش معقول يا عمتي. اخويا سيد خلف راجل اهبل. الله، جهزت الفاس اللي قلت لك عليه؟ ايوه عمتي، وحطه ورا الباب. طب اجري هات الكنز اللي في الطرقه اللي وصفتها لك. واسماعيل يا عمتي؟ هنذبحوه يا ابن اخويا، بس لما تجيب الكنز وتيجي. هتذبحيه هنا يا عمتي؟ ايه، خايف يا همام يا ابن اخويا؟ متخافش يا قد، مش عايز بطوك ابدا. طول ما عمتك رايه معاك محدش هيعرف يظبطك ابدا. اجري خد الفاس وهات الكنز وتعالى. حاضر يا عمتي. ودلوقتي بقى يا شويش اسماعيل، اعمل فيك ايه على ما يرجع الكلب ده بالكنز؟ ايه انت هتفوق؟ دورولك على حبل كنت تفوق بيه على ما نروح لك. شايف بيه؟ ايوه، هو جاي هناك اهو. هنكبس عليه امتى؟ لما ينزل القبر. قبل كده مش عايزك تعمل اي صوت لحسن يهرب واحنا موجودين. ليه؟ احنا فيا بيه. اسكت احسن الهوا ينقل له صوتك. اهو ابتدى يحفر القبر. فتحه خلاص بيه، يولع في المسوى عشان ينزل بيه. اوعى تتحرك الا لما ينزل جوه خالص. ده مش هو، ده همام. همام؟ اي والله ده همام. يكونش همام هو السفاح بيه؟ ابدا، انا متاكد انه مش همام. المجرم الحقيقي خاف لا يكون في خطر، فبعت همام يجيب له السره. همام نزل القبر خلاص بيه، ايه نكبسوا عليه بقى؟ على همام؟ نبقى ما عملناش حاجه. الله، امال هنسيبه بياخد الصيغه؟ ايوه ياخدها عشان يديها للسفاح واحنا وراه ونقبض عليه متلبس بهذا. همام طلع من القبر ومعاه السره، وراه من غير صوت زي ما قلت لك. افتح يا عمتي، انا همام. كنز همام. لا جدع يا ابن اخويا، هات. مبسوطة مني يا عمتي؟ مبسوطة اوي يا همام. اخويا السيد عارف يخلف راجل صحيح. همام، نعم.
تعال في حضني يا ابن اخويا ما ابوسك. تبوسيني يا عمتي؟ ايوه تعال ما تخافش، تعال في حضني يا حبيبي. ده انت رقبتك رفيعة قوي يا واد يا ابن اخويا، رفيعة متستاهلش انا عايز نسيبك للمباحث يا ابن اخويا. صح يا مجرمة، انت فكرك هتتفدش؟ تفوت يا شوش اسماعيل. طب صبرك، دورك جاي. هنعملوا ايه بيه؟ هنفضلوا واقفين كده؟ همام دخل بصيغة بيته، يبقى فيه ميعاد بينه وبين السفاح. نفسي اعرف الميعاد ده امتى وفين. مش هنحكمه بقى عن همام؟ ده زي قلته. يعني نروحوا بقى احسن. عليك نور، يلا بينا نروح، بس لما نوصي شاويش اسماعيل ياخد باله في المراقبة. شاويش اسماعيل هو فين دلوقتي؟ ده زمانه في بيته في سابع نوم يا بيه. لا، شاويش اسماعيل هنا. انت عارف بتاع الفستق اللي سرح في الحتة اليومين دول؟ ايوه هو ده شاويش اسماعيل. ايه ده؟ ده صندوق الفستق بتاعه. اسمع، دارين جسمك يا محي، مولع البطارية عشان حد يشوف نورها. ودي ده الصندوق مرمي والفستق متبعتر على الارض. ايوه، لا شايف التراب عامل ازاي؟ زي ما يكون حاجه كبيره كانت بتنجر على الارض. اثر الجر متجه ناحيه بيت همام. تعال ورايا، بس شكل الحوا قبل ما يقتلوه. ما بيقتلوا بيه؟ السفاح هو اللي هجمه هنا وجره على بيت همام. السفاح جوه البيت دلوقتي. يا همام، لا عظمك برضه لسه ناشف، انما برضه هنقتلك. اخبط يا همام، اخبط وسوقها ناحيتي. سوقها يا همام، قربها برجليا. هتعمل ايه برجليك الكتافة يا شاويش اسماعيل؟ كمان زقة يا همام، اجمل. كمان زقة واحدة هتقربها برجليا. يلا يا همام، شد حيلك. كوني بسرعة يا همام، كوني بسرعة، ما تقوم من الضربة. عمتي عايزة تموتني. ليه يا عمتي؟ ده انا همام ابن اخوك سيد. انت هتقعد تكلم نفسك يا همام لحد ما تفوق وتقوم لك. كيني ولا بسرعة. تموتني بايديك يا عمتي. وانا مجنون انت؟ دي هتفوق في ثانية. فكني يا واد. وانا همام ابن اخوك سيد، اخوك حبيبك. افتح قدام نفسك. حرك الصبر. افتح يا همام، افتح بسرعة سفاهة. افتح واسلم عمتي للمباحث. هو الدم بقى ميه يا رجاله. عقلك افتح ولا احسن دي. قعدت لك اهي. همام من اخويا، اوعى تفتح لحد ما اعرف. مفيش عمتي، مش هفتح الا لما تهربي. افتح الشباك ونط منه. اكسر الباب يا حضرة الظابط. اسمك يا شاويش اسماعيل، هنكسر الباب. جيتك معاه ليه؟ ايه هوب نط بالشباك. يا عمتي. هوب افرحك يا برديس يا صحابي يا مليان. ايه؟ عم برديسي؟ لا يا عمتي ريا. عمتك مين يا مجنون انت؟ اهو البطارية على وشه اهي. انت يا عم برديسي سفاح اسكندرية؟ سفاح؟ هو في لسه لحد دلوقتي سفاحين؟ ما خلاص. حاضر يا محي، انا عارفه انك انت الساعه 8 بالدقيقه. يا صباح الخير. ست مديحة، مش قبضنا على ريا وسكينة؟ بتقول ايه؟ قبضنا على عفريت ريا وسكينة الساعة 3 بعد نص الليل. وبالك طلع مين؟ طلع عم برديسي. برديسي؟ ايوه. وانا الاخرى اقول شفته فين؟ اتاري كان هو عيشة الدلالة. انما حضرة الضابط كان عارفه من الاول. ده نبيه بشكل. اسمع، تعال احكي لي كل حاجة واحنا رايحين درس الموسيقى. يلا. اني حاجي معاكي برضه يا ست؟ استاذ عضل، نعم. احنا اتفقنا على ايه امبارح؟ ولا هترجع في كلامك؟
لا بس امبارح كان عفريت رايه وسكينه لسه ما اتمسكش، وقلنا انه لا قلنا ولا عدنا. استاذ عدل اتفضل قدامي. امرك يا ست. بقى طلع عم برديسي. اللي غيظنا يا ست مديحه ان الحكايه دي فاتت عليا مع انها بسيطه قوي. بالك حضره الضابط عرفه ازاي؟ لازم من حكايه خطف فرده الجزمه من همام. صح. مش احنا قلنا كده برضو؟ ايوه، بس اللي خلاني نستبعده اننا افتكرناه كان قاعد في المحل ساعه عيشه الدلاله ما كانت موجوده مع الست. ايوه، قلنا مش معقول يكونوا الاتنين موجودين في مكان واحد ويبقوا شخص واحد. هي دي بقى اللي فاتتنا. عم برديسي ما ظهرش في البار الا بعد عيشه الدلاله ما قامت من المحل. دخل التواليت وقلع هدوم عيشه الدلاله ولبس هدوم برديسي وخرج على البار. صح. حضره الضابط بقى فاهم الشغلانه في ساعتها، بس ما كانش في ايده دليل. وهدوم عيشه الدلاله ما هي اكبر دليل. ما هو من حدايه عم برديسي انه ما خرجش بيها من التواليت، سابها الهمام يخرج بيها. هي دي اللفه اللي كان حضره الضابط بيركز عليها. صح. والغريبه بقى ان انا استنى بقى احسن وصلنا. انت هتحضر معايا الدرس، بس اوعى يطلع في دماغك تغني احسن تبوظ عليا. ما تخافيش يا ست مديحه، ده احنا بتوع مزيكا زي بعض، عيب. صح يا استاذ عادل. خدي بالك يا مدموزيل، دي تتعزف كده، تتمرني عليها بقى واسمعها منك الحصه الجايه. يلا احنا يا محي. الو انفاس، ايه الاخبار اللي في الجرايد دي؟ صحيح جوزك قبض على عفريت رايه وسكينه؟ ايوه يا ابله رجوات. وحكيتي له على الرجاله بتاعت امبارح اللي عملت انها حضرت روح رايه وسكينه؟ وانا لحقت اكلمه؟ ده دخل الساعه 7 الصبح، حط دماغه على المخده وراح في سابع نومه لحد دلوقتي. اصله بقاله 3 ليالي ما بينامش. طيب لما يصحى يخليه يكلمني علشان اهنيه. ميرسي يا ابله. ها وانت ايه رايك في الدجاله كاترين؟ مش عارفه، بيتهيألي انها بتحضر ارواح بصحيح. طيب والميعاد اللي اديتهولي ريا النهارده الظهر؟ انت هتصدقي برضو؟ لا انا ناوي اروح برضو اشوف ايه حكايه الفيلا دي. هتلاقيها بتاعت ناس عاديين جدا ولا عندهم فكره ان روح ريا بتدي مواعيد فيه. انا متصوره غير كده، متصوره ان مفيش شارع بالاسم ده، واذا كان فيه يبقى مفيش فيلا نمره 207. جايز جدا. على العموم لما ارجع من هناك هكلمك في التليفون واحكي لك على اللي لقيته. مفيش داعي تروحي وتضيعي وقتك. وانا ورايا ايه؟ اهو نتسلى. طب يا ابله ابقي كلميني لما ترجعي. اورفوار. مع السلامه. تاكسي. على المنظرة يا سيدي. قولي من فضلك، هو في شارع اسمه حسن الأهتم؟ ايوه يا هانم، تالت شارع على ايدك اليمين. ميرسي. غريبة، طلع الشارع بصحيح. قولي من فضلك. يا نعم. فين فيلا 207؟ اخر فيلا على ايدك الشمال. ميرسي. وادي الفيلا طلعت صح. طيب انا لازم اشوف مين اللي فيها. مساء الخير. اتفضلي يا مدام. الهانم جايه لحضرتك حالا. لحظة من فضلك، مين اللي ساكن في الفيلا دي؟ الهانم بتاعتنا يا مدام. اسمها ايه؟ اسمها ريا هانم يا مدام. ريا؟ مش حضرتك جايه لها عشان الميعاد اللي اتفقتوا عليه امبارح؟ كمان؟ دي حاجة مدهشة. اتفضلي. اتفضل قوي. قولي، وانت تبقى روح مين على كده؟ نعم يا مدام. تبقى حسب الله ولا عبد العال؟ لا يا مدام، انا اسمي فرج. تشربي ايه حضرتك؟ مش هشرب حاجة. ادي خبر لريا اني انا جيت في الميعاد. الهانم نازلة حالا، عن اذنك. قول لي يا فرج،
نعم يا مدام. انت اسمك فرج ولا امين فرج؟ فرج يا مدام، فرج عويضة. غريبة قوي، اللي في العصابة كان اسمه امين فرج. عصابة ايه يا مدام؟ عصابتكم يا اخي. عصابتنا؟ ايوه عصابتكم، عصابة ريا وسكينة. دايما اصحاب الهانم بتاعتنا بيهزروا معاها كده. كده ازاي؟ زي سيادتك ما بتقولي دلوقتي، يقولوا لها ريا وسكينة العصابة ذبح الستات، خصوصا بعد الحوادث الاخرانية واللي نشرته الجرايد عن عودة ريا وسكينة. يا سلام، وده بتسميه هزار ده؟ تشابه الاسامي ساعات بيعمل حاجات تضحك يا مدام. الهانم بتاعتنا جت. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا. حاجه ساعه الهانم يا فرج. مش هشرب حاجه. امال فين احسان؟ هي بعتت حضرتك بدلها؟ لا، انا اللي جيت حسب الميعاد بتاع امبارح. بدل احسان يعني. احسان مين؟ امال حضرتك جايه ليه؟ جايه حسب الميعاد قلتلك. احنا بينا ميعاد؟ باردون. ايوه، انت قلتي لي تعالي الظهر علشان تجربي بنفسك. باردون يا مدام، انا شخصيا ما شفتش حضرتك قبل كده. امبارح بالليل عند جمالات. جمالات؟ جمالات مين؟ وانا هفكرك بكل حاجه ولا ايه؟ دي حاجه تفلق. انا مش فاهمه حاجه ابدا. حضرتك تبقي مين؟ انا رجوات. وجايه عاوزه ايه؟ جايه علشان توريني هتذبحيني ازاي. اذبحك؟ يا ترى مين اللي عمل فيكي المقلب ده؟ مؤكد صفية. صفية؟ ايوه، صفية عز الدين. هي اصلها غاوية تعمل مقالب في اصحابها من يوم حكاية يا ستي عودة ريا وسكينة. انما انت ازاي صدقتيها بعد ما قبضوا على عفريت ريا وسكينة؟ ولا انت ما قراتيش الجرايد بتاعت النهارده؟ لا قريتها. طب ومصدقاها برضو ان في عفريت بتاع ريا وسكينة بعد ما قبضوا على الراجل اللي اسمه هو اسمه ايه يا فرج؟ برديسي يا هانم. ايوه صحيح، برديسي. اجرنك قاعده تشخطي وتنطري وانا بقول يا ربي مين دي. يعني حضرتك مش عفريت ريا؟ انت ايه رايك؟ صوتك متغير طبعا وشكلك حلو، انما ايه؟ انما لازم تكوني انت عفريت ريا. وليه لازم دي؟ علشان انت قلتي لي كده بنفسك امبارح. انت برضو مصممه ان انا شفتك امبارح؟ طبعا. لا دي صفية المرة دي يظهر سبكت المقلب قوي. انا اولا ما اعرفش صفية دي مين، ولا عمري حتى سمعت عنها. امال ايه اللي خلاكي تجيلي انا على اني انا عفريت ريا وسكينة؟ امبارح بالليل كنا سهرانين عند واحدة صاحبتنا اسمها جمالات. ايوه. وكان هناك واحدة خواجاية بتحضر ارواح اسمها كاترين. ياه، ده انت نمت نوم يا فريد. ما تصحى بقى. الساعة بقت كام دلوقتي؟ 1:15. ايه يا خبر، ده انا ورايا تحقيق مع برديسي الساعة 12. يا اخي استريح النهارده، ده انت راجع الساعة 5 الصبح. لازم اخلص تحقيق مع برديسي بسرعة عشان احوله للنيابة. على فكرة 60 تليفون جولك الصبح عشان يهنوك بالقبض عليه. سيبك من التليفونات دلوقتي والحقيني بقهوة تقيلة عشان اروح المكتب. ادي يا ست الحكاية كلها. تفسريها بايه اذا ما كنتيش انتي عفريت ريا؟ الحقيقة حكاية غريبة جدا ومش معقولة كمان. ايوه، انما ايه تفسيرها؟ والله ما اعرفش. تفسيرها الوحيد ان انتي فعلا عفريت ريا. انما انتي نموذج غريب قوي يا رجوات هانم. وايه الغريب فيه؟ شجاعة زيادة عن اللزوم، شجاعة لدرجة التهور. ليه؟ هو انت فاكرة انك هتقدري تذبحيني بصحيح؟ اذا كنت انا فعلا عفريت ريا وسكينة زي ما انت متصورة، ايه اللي يمنعك؟ يمنعك ده؟ ياه، مسدس؟ طب حسبي لحسن تطلع منه رصاصة غلط وتعوريني. انا بس بوريكي ايه اللي يمنعك من ذبحي. اذا كنت انا فعلا العفريت فالرصاص مش هيأثر فيا، انما هيلم الجيران والناس اللي مالين الشارع. بعد دقيقة واحدة هتلاقي البيت مليان ناس. عشان كده دخلتي وانتي مطمنة ومتحدية كمان. بس انتي نسيتي حاجة.
ايه هي؟ بيقولوا ريا وسكينة كانوا بيسقوا ضحاياهم شربات فيه مخدر. ما هو علشان كده مش عايزة اشرب حاجة عندي. على العموم يا ستي اطمني، انا شخصيا اسمي ريا عبد السلام محفوظ، وجوزي رئيس مجلس ادارة شركة الترميمات العامة، وادي يا ستي الباسبور بتاعي في كل البيانات دي كلها. فعلا دي صورتك. طمنتي؟ بس ازاي روح ريا تديني عنوان بيت صاحبته اسمها ريا برضو؟ تفسريها بايه دي؟ هي لها تفسيرين. اذا كنت بتؤمني بتحضير الارواح فيبقى التفسير ان روح ريا حابة تهزر معاكي. تهزر؟ ايوه، اصل ساعات الارواح تحب تدي مقالب. بس ازاي عرفت ان فيلا 207 في شارع حسن الاهتم وفيها واحدة اسمها ريا فعلا؟ الارواح بتعرف كل حاجة يا هانم. لا 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 لا، ده تفسير مش معقول. خلاص يبقى التفسير التاني هو المعقول. الخواجاية دي اللي عاملة انها بتحضر الارواح دي دجالة. ايوه، على اساس انها دجالة يعني. عرفت بطريق الصدفة ويمكن عن طريق تشنيع صفية صاحبتي، عرفت ان انا ساكنة هنا، فادتك العنوان ده علشان تسبك الدجل بتاعها، وهي متأكدة طبعا انك مش ممكن هتيجي. ده انا تحديتها يا حبيبتي، الدجالين دول اذكياء جدا. هي عارفة ان اي واحدة لما تواجه تجربة زي دي يا اما تستمر على اعتقادها في ان ده دجل، فطبعا مش هتتعب نفسها وتيجي، يا اما تبتدي تشك في انه مظبوط فتخاف طبعا تيجي. انما انا جيت اهو. انا زي ما قلت لك انت حالة شاذة شجاعة، شجاعتك فوق الوصف. ده انا جايه ومتاكده اني مش هلاقي حتى العنوان. لا يا ستي، العنوان مظبوط. ما هو علشان كده انا اندهشت. لكن دخلت اشوف ايه الموضوع، خصوصا بعد فرج ما قال لي ان انا جايه حسب الميعاد. تصورت انه عارف. لا، ده ميعاد مع احسان صاحبتي. اصلها بتعرف دكتور بتاع سنان كويس، وانا شخصيا سناني تعبانه وكنت عاوزه اعالجها. اتفقت معاها امبارح انها تفوت عليا النهارده الظهر علشان تاخدني له، وتصادف يا ستي ان انت جيتي في الميعاد نفسه. فرج طبعا افتكر ان انت احسان. الله، هو ما يعرفهاش؟ لا، اصلها ما زارتنيش من ساعه ما اشتغل عندي. يظهر ان هي دي المره دي. يا فرج افتح. طيب استاذن انا بقى. لا تستاذني ازاي بقى يا حبيبتي؟ استنى اما اعرفك باحسان. صباح الخير، انا اتاخرت عليكي يا ستي، وتاخيرك ده عمل سوء تفاهم دمه خفيف قوي. اما اعرفكم الاول ببعض. رجوات هانم، احسان هانم. اهلا يا هانم، فرصه سعيده قوي. انا اللي اتشرفت يا هانم. ايه بقى سوء التفاهم اللي حصل يا ريا؟ احكي لك يا ستي. رجوات هانم واحدة ضحكت عليها وبعتتها لي على ان انا عفريت ريا. لازم صفية. يا ريت يا ستي، يا ريت. ده روح ريا وسكينة نفسها. ايه؟ روح ريا وسكينة. احكي لها انت يا رجوات هانم، ولا استني لما نشرب حاجة ساقعة. يا فرج، عندك ايه ساقع يا فرج؟ عصير مانجا يا هانم. طب هات لنا 3. ولا رجوات هانم لسه برضو خايفة تشرب حاجة عندنا؟ مادام هنشرب سوا خلاص. وهنشرب قبل منك كمان. هات 3 عصير مانجا يا فرج. حاضر يا هانم. احكي لها بقى يا ستي على اللي بتحضر الارواح دي. بتحضر ارواح؟ هي فين؟ موجودة. استني بس ما تعرفي الحكاية. لا قبل، انا عاوز اعرف اللي بتحضر الارواح دي. تقدري تجيبها لنا يا رجوات هانم؟ ممكن اخلي جمالات صاحبتي تجيبها. المانجا يا هانم. هات يا فرج. اتفضلي يا رجوات. ميرسي. خدي يا احسان. وانتي بقى قوليلي، عاوزة تحضري روح مين؟ روح جوزي يا حبيبتي، عاوزة اشوفه عامل ايه في جهنم. هو اللي عمله فيا شوية. اظن جهنم ما فيهاش ستات حلوين. يا اختي دي ما قولي ما فيهاش غير الستات الحلوين. حلوة المانجا دي قوي يا ريا. الحقيقة فرج بيعملها كويس قوي. ايه رأيك يا رجوات؟ الحقيقة ممتازة. بس ايه يا حبيبتي؟ دماغي دماغك بتلف يا ضنايا. حد قالك تتحديني وتجيلي برجليك؟ بس كفايه ضحك. دي اتخدرت بسرعة قوي. انت لازم تقلت المخدر يا بروفيسور. المجنونة جاية ومعاها مسدس.
يلا شيلوها وخلصوا عليها في الحمام. شيلي قصاد يا مرسيل. انت اتجننتي؟ ممنوع نطق الاسماء الحقيقية دي، اسمها احسان. محدش سمعني يا بروفيسور. اسمي فرج يا ريا. اسف يا فرج، بس بقول يعني مفيش خطر مدام. لسانك لازم ياخد على الاسامي المستعارة، والا غلطة لسان منك قدام حد تكشفنا كلنا. فرج معاه حق يا ريا، ومش هنخسر حاجة. يلا شيلوها على الحمام، وعاوز تذبحوها زي برديسي ما كان بيعمل بالظبط. يلا يا ريا شيلي قصادي. ممتاز ممتاز. ايوه اسف. ايوه فرج. جهز لي بدلة ضابط بوليس برتبة عقيد، وانت البس ملازم. حاضر. وبسرعة، عاوزين نلحق برديسي قبل ما يتحول للنيابة. 5 دقايق يا فرج. اما لو لحقنا برديسي القضية هتقلب البلد. فوقتك القهوة يا فريد؟ نص نص يا انصاف. ابقى اشرب فنجان قهوة تاني في المكتب، اصل برديسي ده خبيث جدا والتحقيق معاه مش سهل. من الحق فكرتني. ايه؟ اما حصل امبارح حتة فصل عند ابلة جمالات. ايوه جينا بقى الابلواتك وطنطواتك اللي مالهمش اول ولا اخر. ها قولي يا ستي بس اسمعي، اعملي حسابك تخلصي نشرة اخبار الابلوات والطنطوات وانا بلبس. مالها بقى قابلتك جمالات؟ مش قلت لك انها كانت محضره لنا مفاجأة؟ قلتي. بالك المفاجأة كانت ايه؟ ها؟ عفريت ريا وسكين. يا سلام. شخصيا؟ شخصيا. ازاي بقى؟ كان عندها واحدة خواجاية بتحضر ارواح، وحضرت لنا روح ريا. طبعا طبعا يا ستي، تحضير ارواح وبخت وقرايه فنجان. هم ابلواتك وطنطواتك دول وراهم حاجه غير الجري ورا الدجالين. والنكته ايه بقى؟ الروح قالت ان هي اللي قتلت الستات الاربعه. خلاص نصدق ارواح الابلوات والطنطوات ونكدب برديسي. وطنط رجوات قعدت تقاوحها. تقاوح الروح؟ ودبت معاها خناقه كمان. اتخانقت مع الارواح؟ صور. ها وبعدين؟ الروح قالت لها ان ما كنتيش مصدقه ان انا اللي ذبحتهم، تعالي لي بكره الظهر وانا اذبحك. طيب باي بقى. هترجع امتى؟ مش هتاخر. يعني هتكون هنا قبل الساعه 8؟ ياه، وانا هقعد احقق مع برديسي من 2 ل 8؟ لا لا لا، انا هكون هنا قبل 8 ان شاء الله بكتير. انا مستني هنا. ها؟ انت بتسالي وبتدققي ليه بالشكل ده؟ ها؟ اياك حد من طنطواتك وابلواتك زنقنا الليله في عزومه؟ ها؟ طنط بسمات. اخ يا نفوخي. ايه اظن هتكسفني تاني بقى. عفريت ريا وسكينه وخلصت من قضيته. مالكش عذر الليله دي. حاضر يا ستي حاضر. هنروح الليله لطنطك رجوات وامري لله. بسمات مش رجوات. ما تفرقش، اهو كلهم آت والثعلب فات فات. بدلة العقيد جاهزة يا فرج. طيب شوف مين اللي على التليفون، واذا كان حد هيسأل على الولية اللي ذبحناها تنكر اي معرفة بيها. ها؟ طبعا. الو البيع البروفيسور عندك؟ ايوه موجود. خليه يكلمني. حاضر. كلم كاترين يا فرج. الو. ايوه كاترين، في حاجة؟ بروفيسور اسمي فرج. ايوه يا فرج. جات لك؟ ايوه وخلصنا الموضوع. طيب واحدة صاحبتها اسمها بسمات عاوزاني الليلة اروح لها؟ وليه لا؟ بس يمكن يسألوني عن رجوات. انت ما تعرفيش حاجة. بس هتكون مرات ضابط المباحث هناك وجاي تيجي معاها. ده وضع تاني بقى. ما روحش؟ لا لا روحي برضو، بس فتاحي قوي. واذا سألني عن رجوات؟ حولي له الروح. طيب والروح تقول ايه؟ ما هو لازم نعلمها. تقول له الحقيقة. الحقيقة؟ ايوه، هيضحك ويفتكرك بتدجلي. انا عامل حسابي لكل الاحتمالات. بس خلاص يا كاترين، مع السلامة، احسن مش فاضي. ممتاز.
هات البدله وروح انت البس بسرعه. ها يا بديسي، نيجي بقى لقتل حميدة. قابلتها فين؟ قابلتها في الزنقه زي اللي قبليها. كانت بتشتري قماش مع البنت اللي اسمها مديحه، وكلمه مني وكلمه منها قلت لها عندي بضايع مهربه وخدتها على البيت. كان معاها كام يا برديسي؟ كان معاها مبلغ وكملت عليه من مديحه. لقيت في شنطتها كام يعني بعد ما ذبحتها؟ هم 70 جنيه اول عن اخر. مظبوط، ده الرقم اللي قالت مديحه عليه. انا ما نكذبش يا بيه، اطمن، عمري ما نكذب ابدا. ابدا ابدا يا برديسي. اذا كنت هكذب على واحد زيك. زي انا يعني ايه يا برديسي؟ يعني واحد ياما جده انضرب بالكرباج من جدي، نقوم نهزق نفسنا على اخر الزمن ونكذب عليه. لا مظبوط، معاك حق. طب كمل. خدت حميدة على البيت وذبحتها. ايوه. ذبحتها ازاي؟ زي الثلاثه اللي قبليها برضو؟ ايوه، سديت بقها بمنديل وكتفتها وذبحتها. انما ليه بتتعب نفسك وتكتفهم وتسد بقهم؟ مفيش لقمه تيجي بالساهل يا بيه، لازم نتعبوا فيها. اللي عايز يقتل يا برديسي ما يتعبش نفسه ويكتف، ضربة سكينة في القلب ويخلص. لا بقى، ده مزاج. طب كمل. وبعدين؟ استنى يا برديسي، ادخل. في حاجة يا شاويش اسماعيل؟ في 2 ضباط من مصر عاوزين يقابلوا سيادتك يا فندم. من مصر؟ مين دول؟ انا العقيد فرج عويضة، وده زميلنا الملازم ممتاز عبد السلام. جينا من مصر مخصوص عشان المجرم برديسي، جايين نهني. اهلا يا فندم، انا متشكر جدا يا فندم. الحقيقة انت حققت نصر للبوليس المصري وشرفت سمعته في العالم كله. العفو يا فندم. اتفضلوا يا فندم. اتفضل. لا احنا مش عاوزين نعطلك. هو ده المجرم؟ ايوه يا فندم. طيب كمل التحقيق معاه واحنا هنستناك في الاستراحة بره. ما يصحش يا فندم، لازم تتفضلوا. انا افضل ان احنا نقعد بره. طيب يا فندم. شاويش اسماعيل يا فندم، هات لي سيادة العقيد وسيادة الملازم حاجة ساعة. حاضر يا فندم. ربع ساعة يا فندم بالكتير، وهفضل لسيادتك. على مهلك يا سيادة النقيب. يلا يا ممتاز، خليه يشوف شغله. اتفضلوا هنا يا فندم. متشكر يا شويش، روح انت شوف شغلك. ايه رايك؟ مش فاهم ايه الداعي ندخل عند ضابط المباحث برجلينا؟ ما دام ملحقناش برديسي وهو في السجن كنا نستناه لما يخرج. ونقعد نستناه بصفة ايه؟ دلوقتي قاعدين بصفة ضيوف عند ضابط المباحث. ان شاء الله نقعد هنا ساعة محدش هيشك فينا. اسكت احسن بقى، الشويش راجع. الحاجة الساعة جاية حالا. قول لي يا برديسي، ازاي هربت من محل كرياكوس وانا قاعد جنبك؟ ما انت عارف يا بيه، انت الوحيد اللي فقست اللعبة. بس عايز اسمع التفاصيل منك انت. انا كان معايا اللفة اللي فيها هدومي، دايما بنشيلها معايا وقت الشغل، جايز نحتاجها. كانت معايا. دخلت دورة المية وقلعت لبس عيشة الدلالة، وغسلت وشي ولبست البنطلون والقميص ولفيت هدوم عيشة الدلالة. وازاي اديتها الهمام يخرج بيها؟ همام فاكرني حميته ريا. قبل ما ادخل دورة المية وشوشت انه يدخل ياخد لفة هيلاقيها جوه ويخرج بيها. وانت ما شفتنيش وانا بوشوش. شفتك، بس ما جاش في بالي انك بتقول له كده. طب وبعدين خدتها منه ازاي؟ خدتها منه في البيت بالليل. ازاي بقى؟ احنا كنا مراقبينك ومراقبينه، ما حدش شافك وانت رايح له. لا، ما هو ما حدش يشوفني. اصل بعد ما بروح وادخل بيتنا واللي بيراقبني يقعد لي قدام الباب، بطلع انا على السطوح ونط من بيت لبيت لحد ما اوصل بيت همام. وانزل من السطوح على باب شقته طوالي. والشاويش اسماعيل يبقى قاعد بره ما يحسش بيا. طب اشمعنى امبارح بالليل ما عملتش كده؟ كان لازم ازيح الشاويش اسماعيل من قدام بيت همام عشان يعرف يخرج ويجيب لي الصيغه من التربه.
طيب نرجع لاول واحده ذبحتها، كان معاها كام جنيه؟ انا تعبت يا بيه، ممكن استريح شويه. طب ما فيش مانع. عسكري يا فندم، خدوا على السجن استريح واتغدى. حاضر يا فندم. ازاي هو؟ بالهداوه بالهداوه يا ابني، انت عارف انا مين؟ ده انا جدي ياما ضرب جدك بالكرباج. بالراحه عليه يا عسكري، بس فتح عينيه كويس. حاضر يا فندم، اتفضل معايا. تاخد ايه يا برديسي من حضرة النقيب. ما انا عارف، لما كان لازم تفتشوا كده اهو. ارفع ايديك لفوق يا مجرم، خلينا افتشك. هتاخد ايه يا برديسي من تفتيش؟ اخرس يا مجرم. خده يا عسكري. حاضر يا فندم، خد قدامي. خلاص. ايوه حطيتهم له في جيبه من غير ما يحس. بس ياك يدور في جيبه وهو في السجن. طب يلا نمشي. الله، وظابط المباحث اللي متفق معانا نستناه اهو بعت لنا الشوش اسماعيل ينده لنا. اتفضلوا يا فندم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا سياده العقيد. اتفضل يا فندم. اتفضل يا حضرة الملازم. ممتاز، ده يبقى ابن اخويا يا نقيب فريد. اهلا وسهلا يا فندم. كنا هنا الاسبوع ده في مأمورية الحقيقة. اي خدمه ممكن اديها يا فندم؟ لا ابدا، انا في الحقيقة لما قريت الجورنال الصبح قلت الممتاز النقيب فريد ده هايل، لازم نفوت عليه قبل ما نسافر ونبارك له. اظن المجرم اعترف. ها؟ اعترف بالتفصيل يا فندم. ده يسهل عليك القضية. هتحوله للنيابة امتى؟ غالبا بعد بكره اكون خلصت تحقيق معاه. انا في الحقيقة كان نفسي اتفرج على النموذج ده. لو سيادتك حبيت تحضر بيت التحقيق بعد ساعه مثلا. لا انا مسافر في قطر 3 وتلت، مأموريتي خلصت خلاص. حضرتك فين في مصر؟ انا مكتبي في مديرية الامن المركزية. حضرتك بقى مع العقيد رمضان على كده. رمضان الله يطاعه، ده هايل. انا يا فندم اشتغلت معاه كذا قضيه قبل ما اجي اسكندريه. استفدت منه في الحقيقه كتير قوي. ده ممتاز، ولولا الرصاصه اللي عجزت رجله كان بقى. رصاصه ايه يا فندم؟ الرصاصه اللي جات له في رجله هو بيطارد عصابه الاعور. سياده العقيد رمضان منصور انضرب بالرصاص. انت بتتكلم عن رمضان منصور؟ ايوه فندم. انا قصدي محمد محمود رمضان. نعم، محمد محمود رمضان؟ لا معرفوش ده. انا بحسبك بتتكلم عنه. لا، العقيد رمضان منصور ما فيش اختلاط بيني وبينه. انا عطلتك كتير، يلا بينا يا ممتاز. ما بدري يا فندم علشان نلحق قطر 3 وتلت. دي فرصة طيبة يا نقيب فريد، وانا بكرر تهنئتي. مع الشكر يا فندم، مع السلامة. السلام عليكم. الاول سلام يا اخر مجدعه، اخر مرجله والمرسى والعباس. دي الحته كلها سالت عليك الصبح اول ما قروا في الجورنال اللي عملته مع المباحث. ما انا كنت نايم بقى. لا انا ما رجعتش البيت الا الساعه 11 الصبح. حاني باب الحميه احسن دماغي اطق. وعندك حلميه اخر مزاج بعد دماغ الاستاذ وصلحها. ده عم برديس يطلع عفريت رايه وسكينه يا استاذ، دي حاجه ما تدخلش المخ. ايوه يا اخي، انا كمان ما صدقتش اول حضرة الظابط ما قال له يا برديسي. انا بعد ما شفت بعيني صدقت يا اخي غصب عني. واحنا اللي كنا بنقول عليه يا اهبل طلعنا احنا اللي هبل يا مداء. كان بيستغفلنا المده دي كلها. لا يستغفل مين؟ ما انت قفشت هو يا استاذ، ابن الحته برضه هو اللي قفشه. على فكره ايوه، في ناس طلبوك في التليفون عند الخواجه ميتشو. ايه في التليفون؟ ما صحتنيش ليه يا بني ادم؟ لازم مديحه. سعيد يا ميتشو. اهلا وسهلا حبيبي. حد سأل عليا في التليفون قال؟ ايوه يا استاذ، واخد الست اللي كان سأل عليك قبل كده. طب هات التليفون لو سمحت.
ما قالتش حاجه يا ميتشو؟ لا لا يا استاذ، هو قال انه هيتكلم بعدين. الو، ست مديحه. اهلا يا محي، انت كنت فين؟ كنت نايم يا ست مديحه، انما المره الجايه هخلي المدق يصحيني من اول ما تطلبيني. لا ما فيش داعي. محي اسمع، ممكن اشوفك الليله؟ يعني تحت امرك. هنروح لناس نزورهم وعايزه اعرفك بيهم. ها؟ حاضر يا ست مديحه. مش عايزاك تقولي قدامهم يا ست عشان ياخدوا عنك فكره مش كويسه. هستناك الساعه 7 تفوت عليا. مع السلامه يا محي. حلوة الأكلة دي. امال بيقولوا أكل السجون عدس ليه؟ ولا بيكرمونا هنا لحد ما نروح اللومان؟ يا ما نفسي في بنورة وسجارة دلوقتي، بس منين يا برديسي؟ هتاخد ايه من تفليسي يا الله، ايه اللي في جيبي ده؟ الله، ده علبة سجاير. جت منين يا اخوي؟ وايه الورقة اللي فيها دي؟ ايه دي يا برديسي؟ انا موجود وسوف احميك، لكن عليك انك تنكر كل شيء. انكر ازاي؟ قول انك اردت انك تضحك مع همام فادعيت انك عمته ريا. مش ممكن، ده ماسكني وانا بخنق. ولما وجدت الصيغة معاه طمعت فيها واردت الاستيلاء عليها. والله تنفع الحجة دي. فلا توجه اليك الا تهمة واحدة، وهي الشروع في قتل همام. دي بسيطة، ديتها سنة، انما الشاويش اسماعيل اللي ضربته وكتفته. اما الاعتداء على الشاويش اسماعيل وتكتيفه فانكره تماما، وقول انك لا تعرف عنه شيء، لكنك دخلت البيت لتضحك على همام وترعبه فقط، ولم ترى الشاويش اسماعيل لان البيت كان مظلم. هذا معقول ده؟ وعلى العموم صمم على هذه الاقوال حتى اتمكن من تهريبك. هتهربني كمان؟ ولا تنسى انك تحرق هذه الورقة بالكبريت اللي وضعته في جيبك مع علبة السجاير. صديقك البروفيسور. يا ابن الابلسة، ده انا هحرقها قوي. يا سيدي، انما يطلع ايه البروفيسور ده وعاوز يهربني ليه؟ يا برديسي، استريحت واتغديت؟ اما كانت حته غدوه يا بيك، متهيألي ان محدش دقها من ايام جدي البرديسي بك الله يرحمه. طب كويس، نرجع للتحقيق بقى. تحقيق؟ وانت لسه عاوز تحقق معايا؟ ما خلاص. لا يا برديسي، لا لسه شويه. احنا وقفنا عند السؤال ده. اول واحده قتلتها كان معاها كام؟ هي مين اللي قتلتها دي؟ انت عاوز تلبسني مشنقه ولا عاوز تلبسني مشنقه؟ برديسي. عاوز تشنقني ظلم؟ الله، ما خلاص. مش انا اللي بقرر المشنقه يا برديسي، انت هتروح محكمه وهيكون معاك محامي وهتاخد حقك. هاخد حق ازاي اذا كنت عاوز تتهمني بان عفريت ريا وسكينه؟ انا ما بتهمكش، انت اللي اعترفت. انا ما اعترفتش بحاجه. واقوالك اللي في المحاضر دي؟ انا ما قلتش حاجه، الكاتب بتاعك هو اللي كان بيكتب من دماغه. وامضتك عليها؟ ما ريتش اللي مضيتنا عليه، قلت لي امضي هنا مضيت. هقول لك لا، عيب. يعني انت بتنكر دلوقتي؟ انا ما عملتش حاجه عشان انكرها. انت مش عايشه دلاله؟ ازاي يا بيه ربنا يخلقني راجل وانت عاوز تعملني عيشه؟ ما قتلتش 4 ستات؟ ستات؟ هو في لحد دلوقتي حاجه اسمها ستات؟ ما خلاص. وما سرقتش صيغتهم؟ صيغه؟ هو في لحد دلوقتي حاجه اسمها صيغه؟ ما خلاص. وما حاولتش قتل همام؟ همام؟ هو في لسه لحد دلوقتي حاجه اسمها همام؟ ما خلاص. لا يا حدق،
همام بقى مش خلاص، همام موجود لحد دلوقتي. تدي معاك حق، وهيشهد انك حاولت تقتله. واقتله بتاعي وانا بينه وبينه طار؟ ده انا كنت بخوفه بس. وتخوفه ليه؟ الحكايه اصلها ابتدت هزار وبعدين قلبت جد. رحت له البيت اخضه واعمل له في الضلمه ان عمته هزار يعني. لقيته جاي ومعاه صرزه مليانه صيغه، حليت في عيني وطمعت فيها، حبيت اخوفه واخدها. يعني حاولت تسرقها؟ دي معلش، حاولت اسرق الصيغه، انما اقتل اعوذ بالله. معقول حفيد البرديسي بك يقتل؟ وتسرق الصيغه ليه؟ معقول حفيد محمد بك البرديسي يسرق؟ بقى انت هتاخدني بكلامي ولا ايه؟ انا مش محتاج لكلامك اخدك بيه، انا عندي 60 دليل يودوك المشنقه. مشنقه؟ هو في لسه لحد دلوقتي مشانق؟ ما خلاص. اسمع برديسي، الاسلوب الجديد ده مش هينفعك، بالعكس لو اعترفت المحكمه هتعتبر انك ندمت ويمكن تعاملك برأفة. يعني ولا مؤاخذه تشنقني بحبل حرير ناعم بدل حبل الكتان الخشن. ممكن بالرأفة تاخد بدل الاعدام تأبيدة. فلا الله ولا فالك يا شيخ، تأبيدة ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انا بريء بريء. طيب يا برديسي، طيب عسكري خد رجعه السجن. هتاخدي من تأبيدي يا برديسي، هتاخدي من تأبيدي يا برديسي. ايه اللي غيره في الساعة دي؟ حد قال له؟ حد اتصل بيه؟ حد عشمه بحاجة؟ شويش اسماعيل، اسمع شويش، اسألي نبطش السجن اذا كان حد اتصل ببرديسي او حد بعت له اي حاجة في السجن. واسمع، يستحسن تفتشوه شخصيا وتفتشوا الزنزانة نفسها وتجيب لي النتيجة في الحال. محدش اتصل ببرديسي يا فندم. ونتيجة تفتيش؟ لقيناه مخبي في زنزانة علبة سجاير وكبريت، ولقينا ده كمان. ايه ده؟ ورق محروق يا فندم. ورق محروق؟ وجابه منين؟ مؤكد حد اتصل بيه، وريني. اهو يا فندم. الورقة دي مؤكد هي سبب في تغييره. استنى، ده في جزء ما اتحرقش كويس اهو، ممكن يتقري. ألف ولام ال، وفي حروف تانية مش باينة، وبعدين سين ي ر سير. نودي الورقة المعمل التحليل يا فندم. طبعا خدها بحالها كده على التحليل. في نفس الوقت عايز تحريات مظبوطة عن كل حركات برديسي من ساعة ما خرج من عندي هنا لحد ما رجع تاني. حاضر يا فندم. انا هروح دلوقتي، اذا لقيت اي اتصالات حصلت مع برديسي اديني خبر بالتليفون.